أسعد الله مساءكم بكل خير. الإيجار القديم. أنا قاعد النهارده بمنتهى الهدوء باتكلم لإني واثق إن شاء الله إن القيادة السياسية وإن شرفاء هذا الوطن لن يسمحوا لأي من كان العبث بأصول المصريين. يا جماعة الإيجار القديم ده يعني بادئ من العشرينات، لكن معظم اللي موجودين فيه النهارده هي أسر السبعينات، جيل أكتوبر، ها الناس والشعب اللي هزم إسرائيل. معظم الناس اللي موجودة النهاردة في الإيجار القديم هي جيل السبعينات. الستينات ده كان جيل الجدود، جيل الآباء والأمهات. المهندسين كلها اتبنت في السبعينات، الدقي، العجوزة، الزمالك قبل كده بشوية. أحياء كتيرة جدا بدأت في مصر في الستينات والسبعينات والثمانينات. الأجيال دي لو الناس دي كانت هتعرف، الدولة ساعتها كانت بتقول لهم إن الإيجار القديم ده حاجة أوكي وأمان ليكوا ولولادكم، تخافوش، احنا بلدكم وطنكم مصر بيأمنكم وانتم متأمنين. الناس دي اتجوزت وخلفت وعاشت وماتت وهي مطمنة على أولادها وزوجاتها وآبائها وأمهاتها. النهاردة الدولة بتلبسهم في الحيط، وبقول الدولة بتلبسهم في الحيط لأن أصلا مشروع القانون الجديد دون مشروع هو بدأ بحكم للمحكمة الدستورية لتعديل الأجرة، ولكن كم حكم كان موجود قبل كده المحكمة الدستورية لتعديل أشياء كثيرة ولم يحدث مثل هذا اللغط وإنهاء العلاقة والأفوارة اللي حصلت دي. والحكومة استغلت الحكم دون علشان خاطر تحقيق أهداف أخرى. مش صح يا جماعة، مش صح إن الأهداف دي تتحقق مع الشعب. افتكروا 2005 ساعة البرلمان ما اتلصق، والفساد كان علني للدرجة دي. ايه اللي حصل؟ كانت مقدمات الثورة بعد كده وكانت الناس هاجت، لأن الفساد لما بيعلى قوي كده و هتقول لي فساد ازاي؟ ده بيرجع حقوق المالك، ده هو ده العدل. مالك مين يا سيدي الفاضل؟ الملك دون ما هو الا رقم هيدفع 2.5% ضريبه تصرفات عقاريه، لان هم ورثه، معظم الناس ورثه، مش هياكلوا شقه ولا كل واحد هياخد له حيطه. هتتباع يا فندم الشقق والعماير وهتتهد وتتبني يا فندم، والبنا بيتاخد تراخيص بفلوس، والتصرفات العقاريه ب 2.5% من التورتايه الدوله بتخش لها، وكل اللي هيترموا في الشارع دول لازم يشوفوا مكان في الاسكان الاجتماعي. فدي فلوس داخله الدوله دخلت تصطاد في الماء العكره في الحقيقه. وبعدين القانون المزعم صدوره دون، يعني انت بتقول لي المالك هياخد 250 و400 و1000 في الزمالك ام 50,000 ياخد 1000 جنيه. المناطق الوسطى اللي هي ب 5000 جنيه ياخد 400 جنيه. انت كده نصفت الملك يعني. ولما قعدته 7 سنين يقشر لب، ومنهم ناس عندهم 70 سنه ما هيكونوا ماتوا برضه، مش هيستنفعوا بحاجه. مش هو ده الصح؟ الدوله المفروض كانت تخش تحل المشكله دي والازمه دي، تدي المالك حقه بانها تدي تمويلات عقاريه للمستاجرين، تدفع حق الشقق دي على بالتقسيط المريح زي ما بيحصل، بدل ما الدوله تصطاد في الماء العكر عشان تبيع لها العماير بتاعت، تبيع للناس اللي هيطردوا دول العماير بتاعتها والمشاريع. المشاريع دي مش مكفيه الشباب اصلا يا جماعه. يا جماعه احنا 110 مليون، 60% منا من المجتمع ده شباب. الشباب دي اصلا بتخش بالقرعه في الاسكان الاجتماعي، وكتير منهم ما بيقدرش ياخد الفرصه ان هو يجد شقه. فمنين بقى هتزحموا هؤلاء الشباب مع هؤلاء الشباب؟ هتجيبوا لهم العجائز والسبعينات والستينات والامتدادات بتاعتهم، اللي هم الناس دلوقتي اللي هم عندهم خمسينات واربعينات، اللي هم جيل السبعينات والثمانينات، اتولدوا في بيوت امنه مستقره جميله، كانت مناطق لسه بكر. مدينه نصر دي كانت بتسمى صحراء. ليه يا عم؟ كانت ساكنه في مدينه نصر. جدتي بتحكي لنا قصه ان هي وهي رايحه لها حد في الاتوبيس جنبها. الناس زمان كانت لذيذه بسيطه بيحبوا يدردشوا. انت رايحه فين يا حاجه؟ قالت لها رايحه ازور بنتي. قالت لها يا بنتك فين؟ قالت لها في مدينه نصر. قالت لها وجالك قلب ترمي بنتك في الصحراء؟ مدينه نصر المهندسين دي كانت اراضي زراعيه، هي والدقي والعجوزه. فيصل ده كله كان ترعه واراضي زراعيه في السبعينات والثمانينات. المناطق دي ما كانتش حيويه كده، الشعب هو اللي عمرها، الشعب هو اللي سكنها. الناس اللي هي
الدولة أمنتهم على نفسهم وعلى أولادهم وعلى مراتاتهم وعلى عرضهم، أمنوا للدولة وأمنوا بيها. ما ينفعش الدولة النهارده تيجي تخذلهم يا جماعة. وبعدين زي ما قلنا الملك هياخد إيه؟ ولا أي حاجة. 400 جنيه يتقسموا على الورثة، كل واحد فيهم ياخد 25 جنيه. مبروك للمالك. وقانون غير دستوري هيبقى فيه 50 إشكالية بعد كده عشان خاطر مش طالع مسلوق. طيب إيه تاني؟ المستأجر اتطرد والعلاقة، دخلوا يصادفوا مع العكرة، راحوا عايزين ينهوا العلاقة، بس ده هيهات يا جماعة. كنا بقالنا 25 سنة بنتكلم ونقول الغرب وأعدائنا عايزين يوقعوا ويعملوا فتنة ما بيننا مسلمين ومسيحيين. وافتكروا زمان كان في التسعينات بتاعت غزالة، القنبلة اللي فرقعت في شرم الشيخ، وإرهاب وبتاع، عايزين يضيعوا لنا السياحة. وبعدين عايزين يفرقعوا الكنايس ويعملوا لنا فتنة بيننا وبين المسيحيين وبتاع. المسيحيين 10 مليون، وطول عمرنا بنتكلم عن الفتنة دي، وخلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم. انت يا جماعه الدوله النهارده جايه بتعمل فتنه بين 20 مليون مواطن مستاجر وخمسه ولا 10 مؤجر، والدوله داخله في النص. وال دخلت في مشروع القانون الجديد ده كمان بيقول لك هتنزل لجان، واللجان تقول الزمالك منطقه راقيه ولا مش راقيه، والزمالك تستاهل 1000 جنيه ولا 250 جنيه، والعقارات اللي جوه الزمالك هل الشارع ده شكله حلو وفيه شجرتين الناس زارعينهم وبيسقوهم السكان، يبقى ب1000 جنيه. والشارع اللي هناك ده يعني كل ما كان الساكن معفن اكتر وشرير وما بيخليش باله من البيئة المحيطة بيه، كل ما هيبقى الايجار بالنسبة له قليل، هيستفيد من عفنته. وكل ما كان المستأجر نظيف ومنظف الشارع ومنظف البيت ومنظف العمارة ومنظف الشقة، كل ما اللجنة دي هتقول له ادفع اكتر. وبعدين لجان ليه يا جماعه؟ احنا ما كانش حد قادر يجي يقعد يكتب 50 منطقه وحي في القاهره الكبرى اللي هي الجيزه والقليوبيه والقاهره حتى اسكندريه باحيائها، ويقول ده راقي ده متوسط ده بتاع اقتصادي، وبعدين يقول يدي بقى الشقق اللي مساحه من كذا لكذا تستحق كذا، ومن مساحه لكذا لكذا تستحق كذا في نفس المنطقه، تصنيفين او ثلاثه جوه المنطقه الواحده. كان 150 حاجه اتفرضت معروفه سالكه من غير تدخل المحليات والفساد والجهاز الاداري اللي الحكومه نفسه والرئيس نفسه معترفين ان هم مهلهلين وفيهم فساد يعني رهيب، مسلطينهم على المستاجرين عشان خاطر ان هم ايه ده ياكل وده يعمل وده يدفع وده الفساد كله يطلع في القصه دي كمان. يا جماعه هذا القانون هو قانون جائر، هو قانون طالع لمنفعه القليل ضد الكثير. يعني أنا بخاطب كل شرفاء الوطن، يا جماعة هذا القانون المدعم صدوره سوف يؤدي لفتنة أكثر مما كنا بنحاول إن احنا نتفادى الفتن على مدار 20 سنة فاتوا. وبعدين في أنهي توقيت؟ في توقيت العالم كله بيولع وإيران ضعفت وإسرائيل بتتوحش حوالينا وترامب لسه في أول ولايته. محتاجين نكون مع بعض. الكام مليار جنيه اللي هيخشوا خزينة الدولة، الشعب يوم ما طلب منه 60 مليار حطهم بأريحية وبحب. بلاش نكره الناس في بلدها ونضيع ثقتهم في حكومتهم ورئيسهم. كلنا، انا انتخبت رئيس السيسي مرتين. انا كنت بحب الاستاذ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكنت بدافع عنه ضد اصحابي واقول لهم الراجل بنى وعمر في مصر، ومشاريع كتيرة كويسة اتعملت والدنيا نطفت. اقتصاديا الملف الاقتصادي يعني بعافية حبتين، لكن في ايجابيات ما شفناهاش في السنين اللي فاتت كلها. ما تكرهوش الناس في حكومتهم وفي بلدهم. لا للقانون الجائر وللقانون المسلوق وللعبث بمصائر ومقدرات جيل اكتوبر واهالينا وناسنا والطبقة الوسطى حتى لو شباب.